في نوع من التعب مش بيتشاف، تعب جواك بينك وبين نفسك، تحس انك تايه ومتردد ومش عارف تختار، تبتسم للناس بس جواك صوت بيقولك انا مش مرتاح. الحرب اللي محدش بيشوفها. الصراع النفسي مش ضعف، مش دراما، دي حالة بتحصل لما مشاعرك بتمشي في اتجاه وعقلك في اتجاه تاني. النهاردة هنتكلم يعني ايه صراع نفسي وليه بيحصل وازاي نقدر نخرج منه بسلام. اول حاجة، يعني ايه صراع نفسي؟ الصراع النفسي هو حالة جوه الانسان لما يكون في تضاد جواه بين حاجتين، بين اللي هو عايزه والمفروض يعمله، بين عقل وقلب، بين الرغبة والخوف، بين الماضي اللي لسه مأثر فينا والحاضر اللي محتاج نعيش فيه. وده مش دايما بيبان. ممكن تلاقي شخص ناجح جدا في شغله بس حاسس بالفراغ، أو حد بيضحك كتير بس جواه بيتكسر كل يوم. الصراع النفسي بيخلي الشخص يحس مش فاهم نفسه. طب ايه هي انواع الصراع النفسي؟ علم النفس بيقسم الصراع النفسي لكذا نوع، بس خلينا نبسطها اكتر. في 4 انواع للصراع النفسي. اول نوع صراع بين رغبتين ايجابيتين، زي انك محتار بين وظيفتين كويسين او بين طريقين ناجحين، شكلها بسيطة بس التردد بيستهلكك. تاني نوع صراع بين رغبة وخوف، زي انك عايز تبدأ علاقة بس خايف تتأذى، عايز تتكلم بصراحة بس خايف من رد الفعل. تالت نوع صراع بين واجب ورغبة، زي لما تبقى عايز ترتاح بس ضميرك بيقولك اشتغل، او عايز تمشي بس بتحس بالذنب لو سبت الناس. رابع نوع صراع داخلي ناتج عن الماضي، اللي اتربى على الكبت، لما يكبر يبقى مش فاهم يعبر ولا يكبت، فبيعيش في دوامة اسمها أعمل إيه؟ طب إيه هي أعراض الصراع النفسي؟ قلق وتوتر دائم، نوم متقطع أو صعوبة في النوم أصلا، تفكير زيادة في كل حاجة، إحساس بالضياع أو إنك مش نفسك، جلد ذات أو إحساس بالذنب طول الوقت، تقلبات في المزاج من غير سبب واضح. كل ده مش ضعف، دي علامات إن في جواك معركة محتاجة تهدى مش تتقمع. طب إيه هي أسباب الصراع النفسي؟ أول حاجة الضغط المجتمعي، إنك عايش تمثل عشان ترضي الناس مش نفسك. تاني حاجة الخوف من الرفض أو الفشل، مين مش بيخاف من الفشل؟ تالت حاجة الذكريات المؤلمة اللي لسه مأثرة عليك. الذكريات المؤلمة بتشمل الصدمات والخبرات والمواقف اللي اتعرضت ليها في مرحلة النشأة، من مرحلة الطفولة لغاية ما بعد المراهقة. ده كون عندنا ذكريات مؤلمة أو خبرة مؤلمة احنا محبوسين فيها. رابع حاجة الاختيارات الصعبة اللي بتخاف تاخدها. خامس حاجة المثالية الزايدة اللي تخليك مش راضي على أي حاجة. طب يا دكتور إزاي أتعامل مع الصراع النفسي؟ أول خطوة اعترف إن في صراع، ما تكبرش وتقول أنا تمام. أول خطوة في الحل إنك تبقى صادق مع نفسك. تاني خطوة اسمع نفسك بجد، اكتب، فكر أو اتكلم مع حد بيريحك. الصراع بيخف لما بتطلع اللي جواك. تالت خطوة وازن بين عقل وقلب، اسمع الاتنين وما تخليش واحد فيهم يسكت التاني. العقل بيشوف المنطق والقلب بيشوف الحقيقة. رابع خطوة سامح نفسك. الصراع بيزيد لما بتلوم نفسك على كل حاجة. قول لنفسك أنا بتعلم مش بفشل، ما كنتش هتعلم غير يما أفشل. خامس خطوة قلل الضغط، مش لازم تحسم كل حاجة دلوقتي، خد وقتك بس ما تسيبش نفسك تغرق في التفكير. سادس خطوة اطلب مساعدة لو محتاج. الذهاب لأخصائي نفسي مش ضعف، دي شجاعة إنك تواجه نفسك. الخلاصة الصراع النفسي مش علامة إنك تايه، ده دليل إنك إنسان بتحاول توازن بين جوانبك المختلفة. بس الأهم إنك ما تسيبش الصراع يسرق منك راحة بالك. خد نفس وافتكر دايما مش لازم كل حاجة تتحل النهاردة، بس لازم تبدأ تسمع نفسك النهاردة. وشاركوني رأيكم في الكومنتات، ايه اكتر موقف في حياتكم
حسسكم بالصراع وازاي تعاملتوا معاه. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.